السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين الفيديو بيتكلم عن نفسه عن سمك التونة. كتير مننا ما بيحبش يعمل سمك التونة، مع ان لو عملتيه في البيت وما جبتوش من بره جميل جدا. هقولك على طريقة تعملي بيه سمك التونة من غير ما تخلي البيت كله روايح ودخان، جميل قوي. عندك جريلا او صاجة، اي حاجة من الاتنين. هتفتحي الجريلا او الصاجة وتحطيه على النار، تسخنيها جدا حلو قوي قوي قوي، وتتبلي السمك بقى جزر وفلفل رومي، وتحطي عليه توم، وتحطي عليه في الكبه. كل ده اعمليه في الكبه عشان يبقى سهل. بصلايه، كمون، ملح، بهارات السمك، ويتعمل كل ده في الكبه. وبعد كده نحشي بيه السمك وتحطيه على الصاجه او في الجريلا. وبعد كده نعمل الناحيه التانية، او زي ما احنا شايفين السمك الجميل اهو، التونه ما شاء الله عليه، ما عمليش دخان ولا قلب لي الريحه ولا اي حاجه. ونضيف الخضروات اللي جوه هتاكليها. ساعات لما بنجيب السمك من بره الخضروات اللي جوه بنقرف ناكلها بنرميها. طب انا ليه هرميها؟ ليه؟ ما فيها جزر وفيها بصل وفيها فيتامينات وخضروات للاطفال وللكبار كمان. مرميهاش، اكل كمان ايه اللي جواها، ما تترميش طالما انا اللي عاملاه في البيت واثقه منه. الرز بقى اللي بعمله على طول، المحبب ليا المحبب لقلبي جنب السمك المشوي، الرز الاحمر. الرز الاحمر مكوناته جميله جدا وسهله جدا. تعالوا نشوفها ازاي. بصلايه هخليها كده دبلانه كده شويه، ما بقاش بصله متحمره، تبقى ايه بصله ايه، آه يعني ايه دبلانه صفرة كده شويه. نحط عليها قد 4 حبات كده طماطم مقطعه. بعد ما نحطها نحط قالب مرقه وكمون وملح وبهارات ال الرز اللي انت بتحطيها الجميله دي، البهارات اللي هي العاديه، البهارات العاديه اللي هي البني. والخلطه اللي فاضت من السمك اللي هو الجزر والبصل والكرفس والحاجات اللي فاضت احطها مع الخلطه بتاعت الرز. جربيها كده، دي تكه جميله جدا، هتطلع لك الرز تحفه بتاع السمك. الخلطه اللي فاضت مني اللي هي التوم بالكمون بالبصل بالجزر بالبصلايه اللي حطيتها في الكبه، فاضت مني حبه كده صغيرين كده، او فوضي انت، لو ما فاضتش تفوض انت حب يعني معلقتين منها هنحطه عليه. والكينج بتاعنا بتاعت الرز دوت اللي بحبه قوي قوي فيه الفلفل الرومي، بحبه قوي مع الرز الاحمر، بيدي ريحه ونكهه جميله جدا. تعملي سمك مشوي يبقى رز احمر، ما ينفعش الرز التاني اللي هو الرز البني، ما ينفعش خالص الرز البني. انا احب الرز الاحمر مع السمك المشوي. بصوا السمك بيتكلم عن نفسه. بصوا ما شاء الله عليه، اهي الخلطه اهي شايفينها اهي فاضت في الكبه، وانا ارميها؟ ما ارميهاش طبعا، دي كلها خضروات وفيتامينات، ليه ما نرميش اي حاجه؟ ودي نعمه ربنا نرميها ليه؟ دي بقى كانت فظيعه، عملت طعم جميل جدا للرز ونكهه وريحه، ريحه جميله قوي. الرز كان ريحته رائع. الرز اهو مغسول ومصفيينه وزي الفل اهو. هعمل ايه بقى؟ اول ما الخلطه بتاعتي تغلي كده غلوتين، او اقلب المرقه بحطهم، هتغلي غلوتين اروح حاطه فوقيها ايه الرز ومغطيه بقى، يعيش بقى مع نفسه. اقلبه تقليبه كده الاولانيه، والتقليبه التانيه وطي عليه، كان السمك بيتحضر. بصي خليكي نشيطه كده وشاطره، ناحيه تعملي فيها السمك والناحيه التانيه الرز، هتلاقي الاكل بصي اتعمل هوا ما شاء الله. شايفينه؟ بحبه كده يبقى ملسوع لسعه كده حلو، ما يبقاش مسلوق كده، بحبه كده يبقى مشوي كده حلو. ما شاء الله. حضري بقى حاجتك وصوانيكي والاطباق اللي هتغرفي فيها. بص الاكل والله ما عمل معايا ساعه ولا ساعه ونص، والله نص ساعه الحاجات دي كده اتعملت، نص ساعه بس. حتى اللي كانوا مستنيين وانا بعمل الاكل اتخضوا قالوا ما شاء الله عملت الاكل امتى. اهو بنزل اهو الرز. بص بيتكلم عن نفسه ازاي الاكل ما شاء الله. بصوا لما استوى، بصوا يا بنات، ريحته كانت قلبه البيت كله. والسمك رائع رائع، ما بهدليش الشقه، ومعاه ليمون مخلل وخلى ايه. النهارده اليوم كان اللهم صل على النبي، كان يوم تحفه في اكله السمك دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.